اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. حنحكي اليوم على باتلفيلد 1 في ريفيو هيك مختصر شويه. المهم اكيد تتذكروا في التريلر اللي طلع على باتلفيلد 1 في نهايه 2016 واللي حطم ارقام قياسيه، وهل قصدي اسرع تريلر كنت نشوفه يجيب الفيوز مع عدد من المشاهدين واللايكات، يعني كانوا بالهبل يعني بالملايين. المهم حنحكي ان شاء الله في الريفيو على باتلفيلد 1 وخليكم معنا تابعونا وان شاء الله يعجبكم الريفيو. طبعا نبدأ بالكامبين نحكي عليها شويه. تحكي مجموعة قصص وأحداث أيامات الحرب العالمية الأولى، وتأخذك من بريطانيا لهلبة دولة تانية للورنس اوف ارابيا في الدولة العثمانية. لكن في مقدمة بتاع اللعبة أول مهمة يعطوها لك اللي هي جندي بريطاني تلعب به ضد الألمان، ولازم تحامي على إمكانك ضدهم أكيد. طبعا الجندي اللي تلعب به مش مهم من حيكون، لأن أصلا اللقطة المليحة اللي بدايرينها إنه لما تموت يعطيك الجندي اللي بعده، ولما تموت يعطيك اللي بعده، وهكذا. أحسن حاجة إنهم يعيشوك جو الحرب العالمية الأولى والاثاره متاعها والتشويق والجو هاي. السنجل بلاير مش طويل ومش قصير، مش هنحكي عليه هلبة لانه فصل حاجات داميه الحق. السنجل بلاير كان جربوه بروحكم خير، ما حرق القصه هنا مش حيفيد ولا حاجه يعني. وكان عجبكم الكامبين حطوا لنا رايكم ضغطه في التعليقات وقولوا لنا شنو احسن المراحل اللي لعبتوها، والنهايه هل عجبتكم ولا لا. Clear the way into the Argonne Forest. تمام. تو اللي جاي اللي بنحكي عليه مزبوط اللي هو المولتي بلاير. المولتي بلاير في باتلفيلد 1 هنا يعتبر تحفه فنيه، يعني ما شفتش زيها. كي احسن لعبه حرب شوتر طلعت لعن تو. كميه الهياجه اللي تحصلها في اللعبه هي في المولتي بلاير يعني endless hours اوف جيمنج، يعني من الاخير تلعب هلبة. وبالنسبه للجيم بلاي قاعد نفسه يعني زي باتلفيلد 4 على باتلفيلد 3، ما فيش حاجات هلبة تغيرت. يعني كان انت جاي من ملاعب قديم باتلفيلد حتاخذ عليها وقت، يعني مش هتاخد فيها هلبة وقت باش تتعرف على الكنترولز والجواد. خاصة الجو اللي حتحصله لما تلعب كونكوست وتشوف الملاعبية كلها كيف تجري 64 ملاعبي 32 من هنا و32 من هنا، وخاشة بعضها وتخبيط وضرب ورصاص وقنابل يعني حاجة ملحمية. الحرب العالمية يعني جابوها لعندك، يعني تعيشها انت في وسط اللعبة. وطبعا عاد في بهارات زايدة شوية، عاد مش كل شيء صح يعني صار يعني، لان عاد في النهاية لعبة، عاد ما هيش درس تاريخي يعني. الملتي بلاير هنا موفر لك تقريبا كل شيء، يعني الأسلحة القديمة موجودة، الحصنة موجودة، المركبات موجودات من طيارات ودبابات، ففي تقريبا معظم الحاجات القديمة يعني كانت في الحرب العالمية الأولى. بالنسبة للأسلحة كل كلاس تختلف الأسلحة متاعها، وطريقة فتح الأسلحة تكون بالفلوس اللي تحصلهم خلال اللعب متاعك. مع نهاية الشوط وبتقوية الليفل متاعك تحصل شوية فلوس تقدر تشتري بيهم السلاح اللي تبيه واللي يكون معتمد على الليفل متاعك. طبعا كانك ميديك اسلحتك حتكون مرتكزة على البنادق متاع الطلقة الواحدة، وكانك سبورت او اسولت حتكون اسلحتك عادة من الرشاشات او الاسلحة الثقيلة. اما السكاوت اللي هو السنايبر او الريكون تاع قبل، فاسلحته اكيد حتكون مركزة على السنايبرات والاسلحه الخفيفه. ما نعرفش هل يعتبروا شويه او لا، لكن هذه الاسلحه اللي موجوده تو حاليا اللي تشوفوا فيها قدامكم. واكيد انا متاكد ان حيجوا اسلحه ثانيات في الديلسيات، لان قصدي فلوس، عاد الحكايه بزنس، عندك فلوس نعطوك سلاحات ثانيات، ما عندكش العب بالسلاحات القديمه. اللعبه الحق ما تستخدمش فيه المايكرو ترانزاكشن او انك تدفع باش تربح. يعني مثلا نقولوا ان انت ليفل 5 وتبي تقوي روحك لليفل مثلا 70، هي ما فيش، هي من اللقطه هي ما فيش يعني كيف تكون اقوى من العدو او العدو يكون افضل منك. عدد ساعات اللعب اللي تحطها في اللعبه هي اللي تحكم على المجهود متاعك والمستوى متاعك هنا. بعدين في الاسلحه السايد ارم اللي هي المسدسات الهاند جنز. المهم فصلها اشكال وانواع، وكل واحده تختلف القوه متاعها والذخيره اللي فصلها. بالنسبة للقنابل في عدة أنواع قنابل، في القنبلة العادية والقنبلة النارية وستيك جرينيد، وزيد تخيل معي كمية القنابل اللي تتحدف في وسط المكان التركينة الصغيرة ديك اللي كلها تعبى قنابل نارية على عادية على غازية يعني مخلطة. وزيدها قول في الشوط فيه 64 ملاعبي، فدير حسبتك كل ملاعبي عنده 3 قنابل، يعني كان ما متش انت بالرصاص حتموت بالقنابل زايد ناقص، لان تقريبا يضببوها عليك وما يشبح شيء يعني، ودبر راسك بعدين. وفي القنبلة الغازية الجديدة يا دراه كبد، ما تعرفش تحبها ولا تكرهها. لما يستخدموها ضدك ولا ما عادش يبطلوا، يقعد 24 ساعة يحدفوا فيها وتقعد غير تلبس القناع، فاستعد انك ترص حرف التي هلبا كان تلعب الكمبيوتر، لان القناع هو مش زي بوجهك.
لكن الصراحة والله لا جو ما عادي بكل يعني، لك كمية الجو هو اللي صاير، قصدي ادرينالين ماليش حل بالاخير. وصعب تشوف لقطات زي هي تقول ما تبيش تلعبها اللعبة، تخليك تزيد تتحمس يعني. Nice work, boys. With the French victorious too, the whole German line is collapsing. وفي 3 كلاسات اضافيه يقول لهم اليت، هادو في الخريطه يطلعوا اوكي راندوم بشكل عشوائي، مهمتهم انهم يعطوك سلاح مليح، منهم زي فليم ثرور وهيفي ماشين جن، اسلحه المهم ثقيله هيك، وصحتك طبعا تزيد بشويه هيك بدرجه ممكن مش حتلاحظها انت، لكن حتكون طبعا اقوى من الثانيين. بالنسبه لعدد الدول اللي تلعب بيهم 6 كل خريطه وحسب الدوله متاعها، لكن ما فيش دولة عندها أفضلية على الدولة الثانية من ناحية اللعب، كلهم بالتساوي يعني، ما فيش دولة خير من دولة. لكن اللي يعجبك يعني كيف ان كل دولة باللغة متاعها وهيك موقفينها مزبوط اللعبة، خدمتها خدمة صح. لكن لسبب ما انا نحب نلعب بالالمان لان اللبسة متاعهم منظرها مليح الحق يعني، حتى الهنغاريين عندهم لبسات قوية، قصدي شوف اللبسة قصدي ما لهاش حل اللبسة من الاخير. وهذا اللي يزيد يخلي فيها نلعب يعني، الاستمتاع بالمناظر والتصميم الجميل هذا اللي يزيد يحفزك ويخليك تلعب اكتر يعني. بعيدا عن اللبس والطرحات، في اللعبة في 10 خرائط حاليا ومكانهم مليح بكل ومناسب للمعارك، اختيار الخرائط كان موفق جدا. بالنسبة للجيم مودز قاعدات نفسهم إلا ممكن شوية جدد، وواحدة تلفت انتباهك اللي هي متاع البيجنز، الحمامات. الجيم مود مهمته أن في حمامة تنحط في مكان معين في الخريطة، ولازم واحد من الفريقين ياخدها، وبعد ما تاخدها هذا كان خديتها أصلا لأن الجماعة كلها تتناطح، لازم تدور مكان تلبت فيه وتستنى باش تكتب الرسالة وتطلع برا وتطلقها. كان حصلت وقت لأن الموضوع صعب هلبة، لكن المهم تحصل نقاط وينضرب العدو بالقصف. الجيم مود مش ممل، زي مثلا زي كابتشر ذا فلاج يعني اقرب مثال لها. The pigeon has delivered our message. وطبعا اكيد المود اللي نحبوه كنا اللي هو الكونكوست اللي مشهور في باتل فيلد، قاعد زي قبل هو عبارة عن تيكتس، وكل فريق لازم يحافظ على المكان بتاعه ويحاول ما يخسرش شيء. كل ما تسيطر على علام اكتر او اماكن اكتر كل ما فرصة الربح تزيد. احسن حاجة هو في الجيم مود تاع الكونكوست ان هي مفتوحة وفصلها الدبابات والطيارات وكل حاجة مباحة يعني هنا، وكان معك اصحابك يلعبوا معك فتقوى تاكد ان الجو حيكون اضعاف من الاستمتاع اللي حتحصله في اللعبة هنا. Objective butter. We have lost objective apples. الحاجة الجديدة اللي نبي نذكرها اللي هي الحصان، طريقة اللعب متاعها سريعة ومليح، الحركة متاعها مش صعبة، كان تلعب بكنترولر اكيد خير وخير، تقدر تستخدم سيف او البندقية متاعك وتقدر تحصل بيقة 3 مليحة على الحصان. لكن اللي حطها هيك زي اللي صحتك انها تزيدها شوية لما تكون فوق الحصان، والعدو لما يضربك هيك تحس انك كأنك ما تحسش او ان انت اقوى منه بشوية يعني. We have lost objective Duff.
objective apples. وبما ان ريفيو على البي سي فحنحكي بمواصفات تاع البي سي اكيد يعني. والمواصفات تاع اللعبة هنا تطلب في حاجات يعني اكتر من اللازم حسيتها انا، لكن بطبيعة الحال يعني الشركات ديما يقول لك يعني خذ حاجات اكتر، يعني ديما خذ الحاجة المليحة الحاجة الغالية، لانها شركات تدي تبي فلوس واضحة. عاد احنا ما نتكلموش عليه كونسل جهاز ثابت وخلاص تاخده، يعني مواصفات ثابتة يعني، لان البي سي كذا يبي تجديد يعني كل 5 سنين 4 سنين هيك، باش يعني تواكب الالعاب الجديدة والصورة المليحة اللي ديما تنزاد يعني كل فترة يعني. المواصفات اللي لعبت بها انا كانت عادية مش قوية هلبة، لكن كويس الحق نقدر نخدم اللعبة 60 فريم مع تضعيف الصورة كده، وشوية من ريزولوشن هيك واكلتها شوية. وصورة اللعبة زي ما تشوفوا قدامكم قصدي حاجة خيالية يا ناس، قصدي احنا وصلنا لدرجة ان الصورة تولي هيك حقيقية، فما بالك بعد سنين هلبة يعني كيف حتكون صورة اللعبة يعني. زي مثلا عندك صورة الاشجار والجنود والارضيات حتى ما كيف مديورة، والتكستشر تحس بان هي صافية، والاضاءة حتى هي كيف قوية هلبة يعني. حتى كان انت مثلا عندك مواصفات كمبيوتر ضعيفة تقدر تخدمها بمواصفات معقولة يعني. زي ما مكتوب قدامكم يعني كان عندك جي تي اكس 1050 او 1060 حتخدمها يعني بإريحية يعني، مع زايد الرام والبروسيسور اكيد. وبعدين في لقطة الباتل لوج هي اللي تفكينا منها الحمد لله، اللي هي لازم تخش على براوزر ولازم تدير لوجن، وبعدين تطلع لك الصفحة متاع الجندي متاعك، وعلى اساس باش تختار خريطة، والجو مسهل لك الموضوع. واحد غير جو زايد يديروا فيه على اساس موقع واحد، وغير تيمي بالله عليك ما يستلزم منه وين ودنك ايش حياه، تخش اللعبة طول خش على الملتي بلاير اختار خريطة وتبدا اللعبة متاعك، كان هي الموضوع. تو خلينا في اللعبة نرجع لها مرة تاني. عندك الباتل باكس موجودات اللي ياخذوهم من باتل فيلد 4 دوك. المهم هنا ما فيهمش هذيك الفائدة، او انا الحق ما استفدتش منهم هلبة يعني، اكثر من اني نبيع فيهم باش نحصل فلوس. ما داروليش فايدة نقدر نلعب اللعبة كلها من غير ما الباتل باكس مالي. انا الحق ما فهمتهمش، ما فهمتش الغاية منهم هيك يعني. سلاحات ملونة ليجندري وبتقدرش تستخدمها، يعني شو الفايدة بالله عليك؟ في اللعبة هي عبارة عن حاطينهم باش يسهفوك بالأسلحة الملونة اللي ما تقدرش تاخدها. يعني كان في حد يعرف كيف يخدمهم الألوان أو السكنز مالت الأسلحة يكتبنا في الكومنتس الله يدير فينا خير بالله. بالنسبة للدوغ تاجز ما هذا الشيء يعني ما عجبونيش الحق، يعني ما مشوش معي، قصدي عبارة عن دوائر فضية وذهبية وبرونزية وفيهم الرسمة متاعهم الحق من الداخل ما مشوش معي الحق، ما حسيتهم كأنهم مديورات بطريقة هيك ليزي كسلانة، ما فهمتش الحق. ما مش زي ما نقولوا مثلا بتاع باتلفيلد 3 او 4 كانوا ليهم هيك هيبة زي ما تقول، والتصميم تاعهم كان مليح وفي اختلاف يعني على كل دوغ تاج واحد. هنا تحسهم ان هم مملات شوية حتى كان تبي تجمعهم يعني، وفي النهاية كل واحد وذوقه الحق، مرات انتم يعجبكم والله اعلم. في تاني حاجة الميداليات اللي هم عبارة عن زي المهمات او الاسايمنتس اللي لازم تكمل الحاجات المطلوبة منك باش تحصل النقاط اكتر، باش تزيد الليفل بتاعك بسرعة. وكل ميدالية مكتوب عليها الشرح لاطش اللي لازم تدير باش تكملها وتاخدها في ساعة يعني. طبعا استعد باش تموت هلبة في اللعبة لان مسمومة للمليون، اللي يلعبوا ضدك هما عبارة عن جنون هيك تقول ولدوا باش يلعبوا باتلفيلد 1، حتنضرب هلبة وحتموت وحتكره روحك اول اياماتها. حتى انا بروحي قلت هو معقولة انا العمدة ما نعرفش نلعب؟ لكن بعدين بعد ما تدربت وتعلمت وتألمت اكتشفت اني طلعت نوب قاعد، كليت على راسي لين شبعت، تهذبت جميع انواع القتلات اللي تقدر تتخيلهم داروهم لي. تيدربوا علي يا جماعه قاعد. لكن لما تاخذ عليها بجديات تعرف كيف تتحكم وتلعب كويس. عموما الضرب في اللعبة القريبة هو متاع لما تاخذ واحد بالموس من التالي اوكي، او حتى من القدام يعني الشعور من الشي حل، والانيميشن حتى هو كيف مديور قوي هلبة ويزيد يخليك يعني تلعب وتتحمس. حتى لما تشوف اصحابك كيف يضربوا او واحد من التيم ميتس اللي معاك كيف يضربوا، الانيميشن متاعها كلها حتى هي قوية هلبة، وتشعر بانها فعلا يعني مخدومة مليح. Such
اخر حاجه اللي نبي نحكي عليها في اللعبه اللي هي الحاجات الكبيره اللي يطلعوا في الخرائط مره اللي هم زي الزبلن اللي هي المنطاد الكبير او القطار او السفينه الكبيره حتى هي. المهم هنا المنطاد كيف تقدر تشوفه من فوق، وقصدي انه هو كيف هيك جايجانتك هيك وحش هبلز كانه قدامك، وكيف يا جماعه كيف تضرب فيه كلها وتحاول تطيحها. وخاصة ان المنطاد كيف لما يقعد قريب يطيح وكيف تقعد تتفرج عليها من فوق وواحد الحق، يعني المنظر ما فيش كيف يوصف يعني، الا انه هو مشهد سينمائي قوي يعني صراحة. We are losing objective Duff. Das ist ein Panzer! وصلنا لختام الريفيو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وبالنسبه لباتل فيلد 1 اللعبه ما خيبتش ظني وكانت مخدومه مليح حلبه وتستحق انك تلعبها لو مره في حياتك. لو تسالوني قديش نعطيها من تقييم، اللعبه الحق يعني تستحق 10/10، اللعبه ابداع يعني بمعنى الكلمه. ولو في حاجه انا ما حكيتش عليها او ما ذكرتهاش قولوا لي شن هي لوت اوف كومنتس، لكن تقريبا هذا اللي لميته انا اللي كنت نبي نحكي عليه في الريفيو هو. وبالنسبه لاي اي ودايس حنستنوا منهم بشن حيطلعوا لنا في السنوات الجايه، هل حيطلعوا باتل فيلد مثلا 2 او وورد وور 2 مثلا حرب عالميه ثانيه، الله اعلم، الوقت هو اللي حيقول لنا. وشكرا على المشاهده، كان معكم عماد من كينجدوم اوف بي سي، وما تنسوش ديروا لايك وسبسكرايب، ونتلاقوا في فيديو شاي ان شاء الله.